هذا اقتراح جميل أقترحه على أئمة المساجد وعلى كل من يقدمه الناس ليصلي بهم صلاة جهرية، مغرب أو عشاء أو فجر. والاقتراح يتعلق بالآيات اللي يقرأها في الركعة الأولى والركعة الثانية. أنا سبق أن قرأت بهذه الآيات بطريقة معينة بقولها لكم الحين، وجميلة جدا، ولا يعني أكيد أنها نالت استحسان من صلى معي. أن يقرأ الإمام في الركعة الأولى، طبعا ما هو بشكل دايم عشان ما نقع في البدعة، أو مثلا بشكل محدد مثلا كل مغرب أو كل عشاء، لا، مثل يعني بعض المرات تصلي يعني تقرأ بها، لأن ما يجوز أنك تلتزم بشيء معين وشيء محدد في وقت محدد بشكل مستمر وما عليه دليل. لكن هذه مثل بعض المرات تتلو بهذه التلاوة. الركعة الأولى تقرأ آية الكرسي التي تبتدأ بلفظ الجلالة الله، والركعة الثانية تقرأ بالآية 35 في سورة النور اللي هي الله نور السماوات والأرض. لكن طريقة القراءة أنك تقرأ في الركعة الأولى آية الكرسي، لكن ما تقرأها عادي كذا الله لا إله إلا هو، لا، إذا خلصت من الفاتحة والضالين آمين تقول هكذا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه إلى آخر الآية. تخلي لفظ الجلالة الله لحالها كذا، ترى يجوز هذا الشيء، ما في شيء، وجميلة جدا، تنال بركة أنك تقرأ لفظ الجلالة حاله وترتله الحالة اسم الله. وفي الركعة الثانية نفس الطريقة، الله نور السماوات والأرض، إذا انتهت تقول الله نور السماوات والأرض مثل نوره إلى آخر الآية. يعني أظن أنها بتكون أجمل من لو وصلتها، يعني الله نور السماوات والأرض، جميلة جدا. لكن أؤكد على أنك تمد لفظ الجلالة، تمده، وهذا أصلا الصحيح في التجويد، أنك تمدها. إذا كنت ستقف عليها، إذا كنت ستقف عليها تقول الله، يعني 6 حركات في الركعة الأولى والركعة الثانية. صراحة جميلة، أنا طبقتها، و يعني أظن أنها نالت استحسان من صلى معي، وجميلة وعظيمة بعظمة لفظ الجلالة، أحسن من لو وصلتها كالعادة يعني. هذا اقتراح حبيت أني أسجله في هذه السنابات عشان يطبقها غيري مثل ما طبقتها. لا، السلام عليكم.